ويروغ منك كما يروغ الثعلب. تمام. المسألة كلها تتعلق بالوجدان، بالضمير الإنساني. بنقول احنا صدرنا يتسع للجميع. أنا ممكن أبقى ضيف عند قناة حضرتك وهي قناة ذات سمت إسلامي، لكن هل يمكن أن أكون ضيفا على قنوات أخرى محسوبة على التيار السلفي زي قناة الناس أو الرحمة أو غيره أو الحافظ أو غيره، مع احترامي للجميع ومع احترامي لكل الزملاء في هذه القنوات، لكنهم صدرهم لا يتسع للرأي الآخر، مع أني أنطق بالشهادتين وأقيم حدود الله ما استطعت ولا أنكر معلومة من الدين بالضرورة. أنا خلافي معهم مش في الدين ولا في العقيدة، أنا خلافي معهم في السياسة، إن هل هم جماعة المسلمين أم هم جماعة من المسلمين؟ هو حضرتك هذا هو السؤال. هل هم جماعة المسلمين أم هم جماعة من المسلمين؟ تمام. هو دلوقتي الخلاف اللي موجود على الساحة سياسي جدا، ده الواضح فقط. تمام. مش ديني، مش عقائدي بالمره. هم اللي بيحاولوا هم ما دخلوش الموضوع عقائدي لا خالص. بيدخلوه عقائدي لما يقعد يقول لك النصارى وتعالى نهد ديارهم وتعالى نتهجم عليهم والكلام ده. بس حضرتك السلفيين اعلنوا تبرؤهم من موضوع هد الكنائس، واللي عمل ده انه يتسجل فيديو على اليوتيوب ويقدر يشوفوا اي طفل بالغ. ممكن تكون حالة فردية. حالة فردية، ما هو لما تتكرر حالة فردية دي قبل ما نخلص من أطفيح 22 ساعة يا راجل، قبل ما نخلص من أطفيح نخش في امبابة، قبل ما نخلص من امبابة نخش في عين شمس. هذا التحرش في هذا التوقيت تحديدا ضار بالإسلام. يا سيدي أنا الليبرالي العلماني أقدم خدمة للإسلام أكثر من هؤلاء الذين وصفهم الله في محكم آياته بقوله هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يا سيدي أنا أحاول ألا أجعل الإسلام في خصومة مع العالم، بل متصالحا مع العالم. الإسلام لم ينتشر بهذه الطريقة الهوجائية الغوغائية التي تفعل كل هذه الموبقات. الإسلام دين سماحة ودين رحب، طب هو ودين يتسع، ودين هناك أيضا المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية. هو ده لا خلاف عليه، ده لا خلاف عليه. المشكلة أنه في أرض الواقع الأمر يختلف جذريا. يعطيك من طرف اللسان حلاوة، يعني بالمثل الشعب المصري بتاعنا، أسمع كلامك يعجبني، أشوف أمورك أستعجب. يعني حضرتك لما يحصل إن هم يطلعوا ويهتفوا ضد نائب رئيس الوزراء يحيى الجمل لمجرد ان الراجل ابدى راي، واخد بالك ازاي، ويقولوا عدو الله وعدو الرسول، بالتاكيد رجل في قامه في سن وفي منزله يحيى الجمل ليس عدوا لله ولا عدوا للرسول، حاشا لله ان يكون هذا الامر. هو ما حدش يقدر يكفر حد، دي مش سلطه حد. حدث هذا في مظاهرات مستعده اوريها لك على اليوتيوب. لكن في نقطه هو دلوقتي الخلاف السياسي اللي داير تمام واللي مستمر لغايه دلوقتي على نتائج الاستفتاء اللي فات. الغريب ان 77% قالوا نعم. قالوا نعم ليه؟ قالوا نعم للاستقرار. لا يا فندم، لا قالوش نعم للاستقرار، ولا قالوش نعم للمجلس العسكري، ولا قالوش نعم للإخوان، ولا قالوش نعم للسلفيين. قالوا نعم لمجموعة من التعديلات على الدستور اللي هي كانت مقدمة للإعلان الدستوري، اللي هي كانت إحدى الخطوات التي وضعها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمن خارطة طريق للتحول السياسي اللي هو بيحصل الآن واللي فيه حراك سياسي. فالمسألة كلها لم تكن لها أدنى علاقة لا بالمادة الثانية من الدستور اللي تتحدث عن هوية الدولة الدينية، عن هوية الدولة أن الدولة بها أغلبية مسلمة، ولا هي استفتاء على الإسلام أو العلمانية، ولا هي أي شيء من هذا القبيل. لكنهم حولوه لدى البسطاء بشكل من أشكال المخادعة، وبشكل من أشكال المخاتلة، وبشكل من أشكال الاحتيال على البسطاء، أن هم الأسود يبقى نجيب ساويرس هيحكم مصر، النصارى الاخضر يعني الاسلام، بالرغم ان ده ملوش علاقه بالواقع. بس حضرتك النسبه كانت نسبه نعم 77%. 77 لايه؟ ايوه اوكي تمام مع حضرتك، بس ليه؟ هي الفكره كام في الميه من ال 77% اللي اتبعوا المذهب ان الاخضر يبقى سكتنا خضراء، الاسود يبقى الدنيا؟ ما اعرفش، انا ما اعرفش، بس مجرد اطلاق هذه الدعوه هو شكل من اشكال المخادعه وشكل من اشكال استغلال غير الامين. يعني المسلم ليس يعني من المأثور أن المسلم ليس بالخب ولا الخب يخدعه.
يجب هنا ألا يكون خبا، يعني ألا يكون مخادعا، ألا يكون مخاتلا، ألا يكون محتالا فيحتال على البسطاء من العوام والدهماء ويقول لهم أن الأسود معناها أن دي دولة هتمنع بنتك أنها تتحجب، دي دولة هتمنعك أنك أنت تقيم الأذان، دي دولة هتقفل الجوامع، برغم أن كل هذا الكلام لا صلة له بالتعديلات التي كان يتضمنها الاستفتاء. بس هنا احنا مش ضد فكرة الإخوان مثلا لما يشيعوا هذا الفكرة، مش ضدهم عشان هم مسلمين، ضدهم عشان هم مخادعين. في هذه الفكرة تحديدا خدعوا البسطاء من الناس وسوقوا لهم فكرة لم تكن أساسا نصا من نصوص الاستفتاء. طيب دلوقتي هنفترض ان الكلام ده، انا الحقيقه انا ما اعرفش على الكلام ده صح او غلط، او ما اقدرش ان انا اجزم حاجه زي دي، لكن في نقطه ال 77% منهم كم يعني حضرتك تتخيل؟ انا ما اقدرش قد ايه ارقام يا استاذ هيثم. اللي انا اقصده ان صعب جدا ان 77% كلهم يكونوا مخدوعين. بالتاكيد. ومن مبادئ الليبراليه الديمقراطيه القبول بالراي الاخر. اصلا مش راي اخر، انت ما تلعبنيش كوره بقواعد البوكس. بمعنى يعني انت ما تلعبنيش كرة قدم بقواعد المصارعة الحرة، بمعنى ان اللعبة السياسية لها قواعد متعارف عليها في الدول الديمقراطية المستقرة. الدول الديمقراطية المستقرة ان احنا ناخد نفس الفرصة المتكافئة. يعني التلفزيون الحكومي يستضيف كل رموز التيار الاسلامي من اقصى الاخوان الى مرورا بالسلفيين وصولا حتى الى الجهاديين، وصولا الى اقصى حركات الجهاديه السلفيه الجهاديه. ده التلفزيون الحكومي بتاع الدوله، بينما هم في قنواتهم يستحيل يستضيفوا واحد ليبرالي زي ولو في مناظره، يستحيل. بس هو التلفزيون يعني عرض اطياف مختلفه. كل التلفزيونات المحسوبه على هذا التيار سواء سلفيه او اخوانيه، فضلا عن التلفزيون بتاع الاخوان اللي بيقالوا اعلنوا انهم هيطلعوا قريب، وعن الصحف بتاعتهم. يا سيدي الفاضل، هؤلاء يفعلون كما تفعل المرأة في المثل الشعبي المصري الشهير، تجيب اللي فيها فيك. يعني هم يقولوا احنا عايزين نقصيكوا عن المشهد، وده مش صحيح، احنا مش عايزين نقصي الاخوان عن المشهد، لكننا لن نسمح للاخوان ولا لغير الاخوان باقصاء بقيه التيارات السياسيه الموجوده على الساحه من المشهد، لان احنا شركاء في هذا البلد، ما احناش مش اجارين ايجار جديد. طب ما هو الاخوان لم يعلنوا ان هم عايزين اقصاء التيار الليبرالي. ما هم بيقولوش، لكن بيعملوا. ما هم بيعملوا. المشكله مش في القواله، ما قلت لك يعطيك من طرف اللسان حلاوه، بيسمعك احلى شعر. طب زي ايه مثلا؟ يعني عملوا ايه مثلا؟ اديك مثل. اتفضل. الناس دول في اول الثوره، عصام العريان، الدكتور عصام العريان، المتحدث الاعلامي والسياسي باسم الاخوان، قال يوم 22 يناير، وده موثق ونشرته كل الصحف وموجود في اليوم السابع وموجود وموثق بالتاريخ، والانترنت لا تكذب ولا تتجمل وموجود. قال ان الجماعه لم تقرر بعد الموافقه او رفض المشاركه في مظاهرات 25 يناير. يوم 22 يناير. يوم 22 يناير قال الكلام ده، ولحد يوم 28 يناير فضل ده موقفهم، موقف الجماعه. يجي دلوقتي يتكلم عنها لولا الاخوان لما كانت حسمت هذه الثوره، وعايز يختطفها بالكامل. انا بدل الاختطاف او الالتفاف على الثوره اقول لهم تعالوا نعمل اصطفاف، تعال ابقى فاعل. انت طول الوقت عمال تقول انا مشارك ولست صاحب ثوره. لا يعني انا مشارك، يعني مشاركه، لا مزاحمه او بس اسمح لي يا دكتور، هو شباب الاخوان نزلوا، يعني ممكن يكون ده دي ازمه داخل الجماعه، دي مشكله جوه الجماعه. كل القاسي والداني يعرف بيها ان في مشكله، ان الشباب نفسهم متمردين على هذا الاسلوب الماسوني، على هذا الاسلوب غير الواضح. الجماعه تتحكم فيها الان مجموعه قطبيه. يعني ايه قطبيه؟ نسبه الى افكار المرحوم سيد قطب. هذه المجموعه القطبيه هي اكثر صخور الاخوان تشددا. واحد قاعد في السجن 30 سنه عايز نفسيته تبقى ايه؟ تبقى نفسيته حمضانه، بغض النظر، فيقوم يطلع كل المرارات اللي جواها على الشعب المصري في لحظه تاريخيه لا تحتمل هذا. طيب لابد ان نتعايش معا. البلد دي ما فيها متصوفين، البلد دي والمتصوفين اكثر من الاخوان على فكره.
عشان تبقى حضرتك عارف يعني، فيها مسيحيين من كل الاطياف، ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت. البلد دي فيها دين شعبي اللي هو المواطن الشعبي العادي البسيط ده، ودول قاعده كبيره جدا اكتر من نص المجتمع. البلد دي فيها ناس من كل المذاهب والملل والنحل. البلد دي مش بلد الاخوان لوحدهم. طب اسمح لي، احنا مش عايزين نقصي الاخوان، ولا هنقبل من الاخوان يبقى الحزب الوطني الجديد. تمام. اسمح لي بقى اقول لحضرتك حاجه. في مخاوف جوه الشعب المصري، جوه الشارع المصري، من تولي الليبراليين ان هم يحولونا لدوله علمانيه. احنا مش عايزين نتحول ولا عايزين نحكم. احنا كل ما في الامر عايزين مكان تحت الشمس. بمعنى ان احنا نحن هنا. الاجابه نحن هنا.